والإخلاص والصدق الذي جسده في مدرسته النضالية مدرسة الكردايتي طيلة حياته الزاخرة منذ نعومة أظافره، وهو في كنف العائلة البرزانية القديرة في المجتمع الكردستاني، وهو في الصف الأمامي لقوات البشمركة من خلال ثروات برزان في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن المنصرم، دفاعا عن شعبه المضطهد والمحروم من أبسط. تدقو از كردم دقو تشي تدقو از كردم تماصنت كري تدقو برزاني دقو اها وقتی تدقو برزاني تماص ذكري. مصطفى البرزاني في الأول من آذار من كل عام يستعيد أبناء الشعب الكردي في كل مكان ومعهم كل الكردستانيين ذكرى رحيل قائد الأمة الكردية ورمز نضالها في سبيل الحرية والانعتاق الخالد الملا مصطفى البرزاني. إن إحياء هذا اليوم ومنذ رحيله في اليوم الأول من آذار عام 1979 هو وفاء لما قدمه هذا المناضل الكبير لكردستان وأبنائها، وتكريسا لنهجه في نكران الذات والتضحية في سبيل الحرية الشعب وترسيخ